أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. تحية طيبة لكم أبناء طلبة الصف العاشر مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو الدرس الثالث من الوحدة السادسة، أنا والآخر. الدرس الثالث هو ثقافة التعامل مع الآخر. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ حل الأسئلة إن شاء الله تعالى. أقرأ بفهم وطلاقة. إذن الدرس الثالث الذي هو بعنوان ثقافة التعامل مع الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله توكلنا على الله. ثقافة التعامل مع الآخر. بداية أعرف آيات كريمة. طبعا أبناء الطلبة أريد أن أنوه أولا، هذا الدرس هو عبارة عن شرح وحل الأسئلة، شرح وحل الأسئلة وليس شرح الدرس. تمام، هاي أول نقطة. النقطة الثانية، أي إجابات تجدونها على قنوات أخرى مشابهة لإجاباتي فاعلموا أنها منقولة من هذه القناة، وليس هذه القناة ناقلة عن الإجابات الأخرى. فقد أنا يعني أجهز لكم هذه الدروس بتعب وشقاء ويعني بحنكة إن شاء الله تعالى. فقد أردت أن أنوه على هذه النقطة، لأني رصدت عدة قنوات تنقل عني ويضعونه في قنواتهم ويبثونها على قنواتهم. يعني الأجر في البداية والنهاية على الله سبحانه وتعالى، ولكن يعز الإنسان عليه تعبه. فأرجو إن شاهدتم أي إجابات مشابهة لهذه الإجابات فاعلموا أنها منقولة عن هذه القناة. مرة أخرى بسم الله نبدأ. أعرف آيات كريمة أو حديثة شريفة عن ثقافة التعامل مع الآخر. كثيرة هي الآيات التي تتحدث عن ثقافة التعامل مع الآخر، مثل الآية 85 من سورة الحجر والآية 34 من سورة فصلت. ماذا أريد أن أتعلم عن ثقافة التعامل مع الآخر من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة؟ أريد أن أتعلم أو عفوا أريد التعلم لكي يزيد أجري وثوابي وأكون صورة مشرقة للآخرين عن الإسلام والمسلمين. هنا ماذا تعلمت؟ طبعا تكون في نهاية الدرس بعد فهم الدرس وشرح الدرس والإجابة عن أسئلة الدرس. هنا يتم الإجابة عن هذا السؤال، ماذا تعلمت، اللي هي راح نرصدها في أحد الأسئلة وراح أنوه عليها إن شاء الله إني ما أنساها. طبعا أريد أن أنوه إنه هذه المعاني ضروري جدا إنكم تحفظوها أبنائي طلبة الصف العاشر، لأنها أكيد يعني راح تكون مطلوبة منكم. أيضا هنا جو النص، المعلومات الموجودة في جو النص كل هذا راح يعني تلاقوه في شرح الدرس وليس في حل أسئلة الدرس. فكما قلت هذا الفيديو مخصص فقط لحل أسئلة الدرس ومناقشتها. بداية أفهم المقروء وأحلله، أفسر معنى الكلمة المخطوط تحتها فيما يأتي مستعينا بالسياق الذي وردت فيه أو بالمعجم الوسيط كاتبا جذورها. الآية الكريمة قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. كلمة ضيق هنا الكلمة المخطوط تحتها جذر هذه الكلمة هي الضاد والياء والقاف. يعني شو بنقصد بذلك؟ يعني نقصد بذلك إذا ذهبنا إلى المعجم أو أحد المعاجم، إلى المعجم الوسيط، وبحثنا عن معنى هذه الكلمة نجدها في إيش؟ في باب الضاد، في باب في هذه الكلمة الضاد والياء والقاف. ما معناها؟ الشدة والحرج والانقباض النفسي. نأتي إلى باء. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ما معنى كلمة يدرؤون؟ جذرها درأ، أما معناها يدفعون، ويدفعون بالحسنة السيئة. قال تعالى جيم الآن. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ما معنى كلمة غراما؟ معناها هلاكا وعذابا ملازما لا يفارق صاحبه.
أما جذرها فهو الغين والراء والميم، من غريمة، غريمة. تمام. نأتي إلى السؤال الثاني. اشتملت الآية الكريمة من سورة النحل في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. دلت أو اشتملت هذه الآية على ماذا؟ على بعدين من أبعاد الشخصية الإنسانية عند المحاورة والخطاب، بعد عقلي وآخر عاطفي. ووضحهما من خلال الآية الكريمة مبينا، يعني الآن السؤال إيش؟ عبارة عن قسمين. ووضحهما يعني وضح هذين البعدين مبينا ما يستوجبه كل بعد من آداب الخطاب. الإجابة: أولا البعد العقلي. تمام. البعد العقلي يتمثل في الخطاب بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن. طيب ما يستوجبه؟ لاحظ هنا مبينا ما يستوجبه. ما يستوجبه هذا الخطاب أو هذا البعد، يجب أن يكون الخطاب منطقيا. شو من نقصد ما يستوجبه؟ يعني إيش المطلوب؟ إيش المطلوب من هذا البعد المتطلب؟ يجب أن يكون الخطاب منطقيا واضحا ومدروسا. يعني عندما نخاطب الآخرين بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن، تمام، يكون خطابنا منطقيا وواضحا ومدروسا. الآن البعد العاطفي اللي هو البعد الثاني يتجلى في ماذا؟ يتجلى في موعظة الحسنة، حيث يرتبط الخطاب بالعواطف والمشاعر الإنسانية. العواطف هنا الآن هذا المقصود البعد العاطفي، يرتبط الخطاب بالعواطف والمشاعر الإنسانية. إيش اللي بيستوجب هذا الخطاب المبني على البعد العاطفي أو بناء على العاطفة؟ يستوجب أن يكون الخطاب لطيف، باللطف، باللين، بالحسنى، مليئا بالتشجيع والمودة، ليس بالعنف وليس بالتعصب وليس بالتمسك بالرأي. تمام. الآن فقط هكذا. نعم. إذا نتوقف بالإجابة إلى ماذا أي أبناء الطلبة؟ إلى هنا فقط اللي أنا قرأته اللي سمعته مني. نأتي إلى السؤال الثالث. أتأمل الآيات الكريمة من سورة هود وأستخلص الحكمة مما يأتي. سنة الله تعالى في مبدأ الاختلاف بين الناس. إيش الحكمة؟ إذا هنا السؤال بده ما هي الحكمة من هذه النقاط الثلاث؟ النقطة الأولى: سنة الله تعالى في مبدأ الاختلاف بين الناس. لماذا الله سبحانه وتعالى وضع الاختلاف أو خلق الاختلاف بين الناس؟ هذا المقصود، الحكمة. هاي المقصود بالحكمة. إيش الحكمة؟ إيش السبب؟ إيش الدافع من وراء ذلك؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى مبدأ الاختلاف بين الناس؟ الاختلاف بين الناس، إذا هذه هي الحكمة. الاختلاف بين الناس هو سنة إلهية لتحقيق، لاحظ هنا، لتحقيق التوازن والتكامل، وهو دعوة للتعاون والتعارف كما مر معنا في درس الاستماع، وإظهار القيم الإنسانية كالتسامح والعدل. بإمكانكم طبعا أبناء الطلبة إيقاف الشاشة أو أخذ سكرين شوت، صورة شاشة عنها، ونقل هذه الإجابات أولا بأول. نأتي إلى باء. إعلام النبي. إعلام يعني إخبار. إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار الرسل السابقين. لماذا الله سبحانه وتعالى كان يقص على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبار الرسل السابقين؟ هنا الحكمة هو تثبيت فؤاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تثبيت فؤاد يعني قلب، الفؤاد هو القلب. تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم على الدين والاستمرار في الدعوة. كان يثبته، كانت هذه القصص بمثابة، خلينا نحكي، ونس له، يعني استئناس، لحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأنس بهذه القصص ويعرف أنه ليس لوحده الذي مر بهذه المحن مع كفار قريش وما إلى ذلك. يعني نقدر نضيف، إذا بدك تضيف هذه، يعني هذه الإجابة تكفي، نقدر نضيف هنا: ليطمئن قلبه صلى الله عليه وسلم ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن النفوس تأنس. لاحظ سبحان الله كما قلت أنا قبل قليل، تأنس بالاقتداء وتنشط على الأعمال وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. تمام.
الآن نأتي إلى جيم، تخصيص المؤمنين بالذكر دون غيرهم من عباد الله. لماذا خص الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالذكر دون غيرهم؟ الله خص المؤمنين بالذكر لأنهم أهل الإيمان والطاعة، أهل الإيمان والطاعة، وقلوبهم مفتوحة لتلقي الهداية، بينما غير المؤمنين يكونون في غفلة عنه، عن إيش؟ عن الإيمان وعن الطاعة، عن الذكر عفوا، يكونون في غفلة عن الذكر، عن هذا الذكر. ما هو السبب؟ بسبب كفرهم أو قسوة قلوبهم. إذا الله هكذا نقول خص الله المؤمنين بالذكر، أو الله خص المؤمنين بالذكر. لا، المفروض أن نحكي خص الله، نعم هكذا، خص الله المؤمنين بالذكر لأنهم أهل الإيمان والطاعة وقلوبهم مفتوحة لتلقي الهداية، بينما غير المؤمنين في غفلة عنه بسبب كفرهم أو قسوة قلوبهم. المؤمنون، يعني هذا إضافة، إذا اللي بيحب يضيف، المؤمنون أهل لهذا الذكر فخصوا به، أو فخصوا به لانتفاعهم به في الإيمان، بخلاف الكفار فيرتدعون، اللي هم المؤمنون، يرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها. طبعا الإجابة فقط هذه الإجابة اللي هم السطرين هذول أو السطر ونص، تمام، حتى ما تصيروا تحكون الإجابات طويلة وما إلى ذلك. فقط يعني ما أضيفه أنا تكون، خلينا نحكي، بمثابة شرح، بمثابة تفهيم، توضيح لهذه الإجابة، حتى أنك تفهم أبناء عزيزي الطالب شو قاعد بتكتب، بحيث أنه في الامتحان إذا نسيت يعني تتذكر الإضافة هذه إن شاء الله تعالى، تكون مثبتة يعني لديك وفي ذهنك لما تسمع الشرح توضيح لأي إجابة. الآن نأتي إلى السؤال الخامس. قد تختلف مع الآخرين، أو عفوا قد نختلف مع الآخرين في كثير من القضايا أو الآراء أو المعتقدات، وتقتضي الحكمة ألا يؤدي الاختلاف فيما بيننا إلى خلاف. لاحظ، عندنا اختلاف وعندنا إيش؟ خلاف. في ضوء فهمي لمضمون الآيات الكريمة من سورة هود، أولا أو ألف، أوضح الفرق بين الاختلاف والخلاف مميزا المحمود والمذموم منهما. طبعا حتى من صيغة السؤال يتبين لنا أن الاختلاف هو المحمود، والخلاف اللي هو إيش؟ المذموم. نرى الآن من خلال الإجابة. الآن نأتي إلى اللي هي ألف، والفرق بين الاختلاف والخلاف. الاختلاف هو تنوع الآراء والأفكار أو الأفكار بسبب إيش السبب؟ تباين العقول أو الثقافات أو التجارب، وهو محمود، تمام. أما الخلاف فهو تحول الاختلاف اللي حكينا عنه قبل قليل، اللي هو تنوع الآراء والأفكار، تمام، وما إلى ذلك، تحوله إلى صراع وعداوة بحيث يفسد العلاقات بين الناس. إذا بالتالي شو بنحكي عنه؟ هو مذموم إذا أدى إلى الشحناء والبغضاء. إذا أدى إلى الشحناء والبغضاء، إنه يصير في تباغض بين الناس وكره وصراع وما إلى ذلك. نأتي الآن إلى باء. أضرب مثالا من الواقع على كل منهما، مثال على الاختلاف ومثال على الخلاف. الاختلاف مثل اختلاف العلماء المسلمين في تفسير بعض النصوص الشرعية أو في الاجتهادات الفقهية، مما يفتح باب التنوع ويسمح بتقديم حلول متعددة. أما الخلاف اللي هو حكينا عنه مذموم، فهو تحول الحوار حول قضايا مثلا سياسية أو اجتماعية إلى شجار وقطيعة بين الأصدقاء أو أفراد العائلة بسبب التعصب للرأي. لازم الواحد ما يكون متعصب منغلق على ذاته، أنا رأيي هو الصح وبس، لا، لازم يتحاور، لازم يبين وجهة نظره ويتقبل الآخر، وبالتالي يخرجون بنتيجة، ويعني أنه يحترم الرأي الآخر، تمام. الآن جيم. أستخلص آداب الاختلاف التي تجنبنا، يعني التي تبعدنا عن الوقوع في الخلاف. حتى ما نصل للخلاف، إيش لازم نلتزم بآداب الاختلاف؟ أولا احترام الرأي الآخر مثل ما حكيت قبل شوي. ثانيا الالتزام بالحوار الهادئ، يكون حوارنا هادئ غير مبني على العصبية. ثالثا التحلي بالصبر والحلم، الحلم هذه وليس الحلم، هذه الحلم، أين شكلناها صح؟ الحلم اللي هو نفسه الصبر، تمام، الحلم اللي هو الصبر، لكن يعني اللي هو عكس العصبية، عكس ما إنه الواحد يكون حليم، يعني يكون صبور ما يعصب مباشرة. رابعا
التعاون رغم الاختلاف، إن نتعاون رغم الخلاف أو الاختلاف الموجود بيننا. خامسا العودة إلى الحق، يعني عندما إذا عرفنا أن رأي غيرنا هو الصح ورأينا هو الغلط ما نستحي، ما نخجل بأنه نعترف أنه والله فعلا أنت فعلا بعد ما أقنعتني، بعد ما برهنت لي على أنه رأيك صح، أنت الصح وأنا الغلط، يعني ما في عيب، يعني التراجع عن الخطأ يقولون له يعني هذا. سادسا تجنب إيش التعصب، مثل ما حكينا تجنب التعصب، يعني كلها تدور حول دائرة واحدة. كل هذه النقاط أعرضها عليكم أولا بأول حتى تنقلوها بهدوء وبتأني. هاي 3 نقاط، وهاي كمان 3 نقاط، 6 نقاط تدل على آداب الاختلاف. سادسا يقول الله تعالى في سورة القصص، وليس القصص، في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت. ويقول في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من المخاطب في الآيتين الكريمتين؟ المخاطب في كلا الآيتين أو في كلتا الآيتين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبين دلالة فعل الهداية في كلتا الآيتين. تمام. دلالة فعل الهداية في كلتا الآيتين: أولا في سورة القصص اللي هي إنك لا تهدي من أحببت، دلالة الهداية هنا هي هون ببدأ الإجابة: هداية التوفيق والإلهام. التوفيق والإلهام، إنه الله سبحانه وتعالى ألهم هذا الشخص إنه يهديه، وهي الهداية التي تجعل القلوب تؤمن بالله وتقبل الحق، وهذه الهداية خاصة بالله تعالى وحده، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي. سبحان الله، سبحان الملك لله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، لأنه هو القادر على تغيير القلوب، كما نعرف القلوب بيد الله. لذلك دائما ندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نكمل الآن. أما في سورة الشورى اللي هي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دلالة الهداية هنا هي هداية إرشاد ودلالة، إنه الإنسان يرشد إنسان، يدله، ينصحه. تمام. وهي تبليغ الحق للناس وبيان الطريق المستقيم لهم، وهو دور النبي صلى الله عليه وسلم، دور النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرسول ومبلغ لرسالة الله سبحانه وتعالى. يعني الآن شو دور الرسل؟ ليش الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل؟ يعني لو الله سبحانه وتعالى بده يهدي كل الناس، يغير قلوبهم لحتى أنها تهتدي للطريق القويم، ما كان في داعي للرسل، أليس كذلك؟ ولكن سبحان الله له هذه الحكمة. إذا الهداية الأولى هي هداية، يعني لو اكتفينا بهذول الكلمتين: الهداية الأولى هي هداية توفيق وإلهام، الهداية الثانية هداية إرشاد ودلالة. هنا أنا أجبت إجابة صحيحة. تمام. لكن الآن هو ما قال اذكر، ما قال اذكر، هو الآن يقول أبين. إذن البيان يريد شرح، يريد تفصيل، يريد توضيح. تمام. لحتى ما تحكوا أعزائي الطلاب إنه الإجابات طويلة. بحكي لك إنه الآن الفرق بين اذكر وبين وضح. اذكر هي هداية إرشاد ودلالة، وهي الآن هداية توفيق وإلهام، الهداية الأولى. أما هو الآن السؤال يريد أن نبين، يعني نوضح، نفسر، نتوسع في الإجابة، هذا المقصود. يأتي الآن إلى الإجابة أو السؤال جيم من السؤال السادس. نقطة جيم: وفقوا بين المعنى في كل منهما، في كل من يعني في كل من الآيتين، من حيث نفي الفعل في الأولى لا تهدي، هذا المقصود، نفي لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت، وإثباته مؤكدا في الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مؤكدا بماذا أكد هنا؟ أكده بكلمة إن اللي هي إن، مثل ما بتعرفوا أبناء الطلبة ومر معكم في دروس النحو السابقة، إنه إن تستخدم للتوكيد. تمام. وأيضا هنا في عندي اللام اللي هي لا تهدي، وإنك ما قال وإنك تهدي وإنك لا تهدي، عندي هنا مؤكدين: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يعني هذا تذكير لكم بالمؤكدات
ودروس المؤكدات اللي راح تستفيدوا منها في توجيهي إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. المهم نأتي إلى الإجابة الآن، اللي هي أوفق بين المعنى. الهداية المنفية في الآية الأولى اللي هي لا تهدي هي هداية التوفيق، وهي بيد الله وحده. يعني نفى إنه الإنسان يهدي من يحب، لا، الله سبحانه وتعالى هو يهدي من يشاء. الهداية المثبتة اللي هي في الآية الثانية والمؤكدة هي هداية الإرشاد والتبليغ، وهي من مسؤوليات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الإجابة أبناء الطلبة، أعرضها أمامكم وهي عبارة عن هذين السطرين. اللهم صل على سيدنا محمد. نأتي إلى السؤال السابع. ورد في رسالة عمان في عام 2004 من الميلاد ما يصف رسالة الإسلام السمحة بأنها عنوان أخوة إنسانية ودين يستوعب النشاط الإنساني كله، ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكرم الإنسان ويقبل الآخر. أناقش وزملائي هذا القول مستندا إلى فهمي للآيات الكريمة التي قرأتها. يعني الآيات اللي قرأتها بدك توفق بينها وبين إيش هذه المعلومات. بكل بساطة أبنائي الطلبة نقول التأكيد على القيم الأساسية للإسلام اللي هي الرحمة والاحترام المتبادل والتسامح والقبول وحرية الدين. يعني بهذا السؤال اللي هو السؤال السابع، يعني راح أكون بحكي لك أناقش زملائي هذا القول اللي هو يعني بيكون مبني على المناقشة. في بعض المعلمين يطلبوا إنك تناقش مع زملائك، يعني فأنت تبدي هذا الرأي إنه التوفيق بينها وبين ما ورد في الآيات، إنه التأكيد على القيم الأساسية للإسلام اللي هي حكيناها: الرحمة والاحترام المتبادل والتسامح والقبول وحرية الدين. شو يعني القبول؟ اللي هو قبول الآخر. بهذا الآن أبنائي الطلبة ننتقل إلى الجزء الثالث والأخير من هذه الأسئلة. أتذوق المقروء وأنقده، اللي هو عبارة عن سؤالين، وكل سؤال مكون من تقريبا شقين. السؤال الأول: وضحت الآيات في سورة الفرقان جملة يعني مجموعة من صفات عباد الله المؤمنين الذين يتحلون بالتربية الربانية التي شكلت منهج حياتهم وبينت أساليب تعاملهم مع الآخرين. بداية أبين 3 صفات منها، موضحا من إيش صفات من صفات عباد الله المؤمنين، موضحا درجة التزامي وتمثلي لها في حياتي العملية. الصفة الأولى: التواضع والطاعة لله تعالى. بحكي لي بين وليس اذكر، بين، لا بدنا نبين هذه الصفة ذكرناها اللي هي التواضع والطاعة لله تعالى. إيش بيانها؟ إيش توضيحها؟ موضحا درجة التزامي، لا هاي بالأخير رح نحكيها. يعني بدنا نبين أو نوضح هذه الصفة اللي هي التواضع والطاعة لله تعالى. يكون ذلك بالعلم بالله والخوف منه، يعني العلم إنه الله سبحانه، الإيمان واليقين إنه الله سبحانه وتعالى موجود ويراقبنا، تمام. ويرصد أعمالنا ولا تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة. نعود هنا: ويكون ذلك بالعلم بالله والخوف منه والمعرفة بأحكامه والخشية، يعني الخوف من عذابه وعقابه. الصفة الثانية من صفات عباد الله: الحلم والكلام الطيب. فإذا أوذوا يعني تعرضوا للأذى، قابلوا الإساءة بالإحسان ويدرؤون بالحسنة السيئة. الصفة الثالثة: التهجد ليلا، يعني الصلاة في الليل، هي الصلاة الطويلة، أي العبادة الخالصة لله تعالى في جوف الليل، فإنها أكثر خشوعا وأضبط معنى وأبعد عن الرياء، تمام، وأبعد عن الرياء. الآن نأتي إلى باء: أستخلص دلالة إضافة لفظ عباد الله إلى اسم الله سبحانه وتعالى عز وجل الرحمن. ما قال عباد الله، قال هنا عباد الرحمن. طب شو العلاقة؟ يعني ليش اختار اسم الرحمن من أسماء الله الحسنى لإضافتها إلى كلمة عباد؟ طبعا عندنا هون مضاف ومضاف إليه اللي هي عباد الرحمن. مبينا الأثر النفسي الذي أحدثه هذا التركيب اللي هو تركيب الإضافة، اللي هي إضافة كلمة عباد إلى الرحمن في نفسي، تمام. الدلالة أول شيء نحكي الدلالة، بعدين نبين الأثر النفسي. الدلالة أنهم ما صاروا، هؤلاء العباد ما صاروا عبادا لله تعالى إلا برحمة وفضل منه سبحانه وتعالى. بدك تضيف أكثر من هاي الإجابة، خلاص نكتفي بها.
بدك تضيف عليها نحكي نوضح نبين أكثر، فقد خصهم سبحانه برحمته الخاصة فوفقهم للطاعة ويسر لهم الخير وثبتهم على الإيمان والهداية حتى يكرمهم أو يكرمهم كما في نهاية الآيات بدخول الجنة والنجاة من النار. الآن نأتي إلى الأثر النفسي الذي أحدثه هذا التركيب في نفسي. الأثر هو التزامي بصفات عباد الرحمن عن رضا، يعني برضا، مش إجبار، مش إني بأدي هذه العبادات وأنا كاره، لا، عن رضا وحب وقناعة وخالصا لله سبحانه وتعالى. يعني بقبل على الله سبحانه وتعالى محبة وطاعة والتزاما، تمام، وليس مكرها وليس مجبرا. الآن نأتي إلى السؤال الثاني وهو الأخير بهذه الحصة أو بهذا الفيديو. يقول الإمام الشافعي: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. أما الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم، يعني هنا نقول الجاهلي يعني ليس أنه جاهل، الجاهلي يعني الذي عاش في عصر الجاهلية اللي قبل النبي، عصر الإسلام هو عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول هذا الشاعر عمرو بن كلثوم؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ماذا يريد السؤال الآن؟ هنا السؤال: أوازن بين البيتين الشعريين هذان مبينا رأيي. أول شيء بعد الموازنة نبين رأينا في مضمون كل منهما مستندا إلى الآيات الكريمة، يعني مستفيد من الآيات الكريمة التي قرأتها من سورة القصص. بيت الإمام الشافعي، الآن الموازنة. بيت الإمام الشافعي يعكس روح الإسلام ومبادئه التي تدعو إلى التسامح وسامح من اعتدى ودفع السيئة بالحسنة ودافع ولكن بالتي هي أحسن. أما عمرو بن كلثوم فإيش يعبر عن قيم الجاهلية التي تركز على الثأر والانتقام. لا، ما بسكت عن حقي، أنا بدي أنتقم، ما بدي أسامح. إذن هذا الفرق بين هذه الموازنة بين البيتين، تمام. الآن القيم الإسلامية، لاحظ الآن لما نستند إلى الآيات الكريمة ونبين رأينا. القيم الإسلامية التي وردت في سورة القصص تؤيد مضمون بيت الشافعي لأنها تدعو إلى التسامح والإعراض عن الجاهلين، تمام. طبعا رأيي أنه أتمسك في ما دعا إليه الإمام الشافعي اللي هو التسامح ودفع السيئة بالحسنة. بهذا عزيزي الطالب أكون قد أنهيت معكم حل هذه الأسئلة، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. راجيا منكم أبناء الطلبة الاشتراك بهذه القناة، تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، والإعجاب بهذا الفيديو بهذه الحصة إن أعجبتكم. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم ورضاكم، ولا تنسونا أيضا من تعليقاتكم الجميلة حتى يروج هذا الفيديو وينتشر ونشترك أنا وإياكم إن شاء الله في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في دروس أخرى قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم المعلم رائد أبو عواد من قناة الرائد للغة العربية.